عايزة تعملي تورتاية سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد؟ تعالي لما اقولك تعمليها ازاي بأسهل طريقة. هتعجبك جدا. تعمليها في اي مناسبة، عيد ميلاد، حد من ولادك نجح عايزة تفرحيه، تعمليها له بطريقة سهلة جدا هقولك عليها. لو اول مرة بتشوفيني حبيبة قلبي اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، وشيري الفيديو واعملي لايك وشير واعملي متابعة للصفحة. وقبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول، وتعالوا اقول لكم عملناها ازاي. انا اول حاجة معايا هنا 8 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معايا كوباية كبيرة من السكر، كوبايتين دقيق، معايا كيس من البيكنج باودر، ومعايا 3 اكياس من الفانيليا او فانيليا سايلة. هفضي البيض كده في حاجة تكون واسعة شوية، بولة كبيرة كده، ازاز، بولة بلاستيك الموجودة عندك، وهنزل عليهم بالسكر، وهبدأ ان انا اضربهم كويس جدا مع بعض. هنزل بالفانيليا، بيض يبقى لازم ننزل بالفانيليا على طول. هضرب كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لمدة 10 دقايق، لحد ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ايوه، لحد ما وصلنا للقوام ده كده تمام جدا. هنا بقى الدقيق هنزل عليه بالبيكنج باودر ورشة ملح، هقلبهم كويس مع بعض بالطريقة دي. وهبدأ ان انا اجيب معلقة وانزل بالدقيق شوية بشوية والمضرب شغال على السرعة الهادية. يعني انا كنت مشغلة الاول على السرعة العالية، بعد كده هديته السرعة وببدأ انزل شوية بشوية لحد ما اخلص كل الكمية. صينية بقى مقاس 28، حباها تبقى اعلى يبقى خليها مقاس 26. وهنزل بقى هدهن دهنة زيت، ورقة زبدة، وانزل بالخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين. عصاية خشب، واخرج كل الهوا كده، واديها خبطتين على الرخامة وعلى الفرن درجة حرارة 180. هتاخد معاكي 35 دقيقة في الرف اللي في النص. تطلع معايا بالشكل ده. هي طبعا اخدت وش شوية لان انا كنت مشغلة الشواية، ما تشغليش الشواية عليها من فوق، شغلي من تحت بس. سبتها تبات لتاني يوم عشان اعرف اشتغل فيها. وببدأ اقلبها كده واشيل ورقة الزبدة من تحت، وهبدأ ان انا اقلبها مثلا على قعر الصينية كده. لما اجيب القاعدة دلوقتي هحطها عليها، وهبدأ بقى ان انا اقطعها، اقسمها على 3 طبقات زي ما انتم شايفين كده. هقسمها على 3 طبقات، شلت اول طبقة وهقشر الوش، وهشيل طبقة كمان. وهنا هضرب الكريمة بتاعتي. معايا كوباية كبيرة كريم شانتيه، ومعايا كوباية سكر، وكوباية ونص من المية المتلجة. اضربهم كويس مع بعض لحد ما توصلي برضو للقوام المناسب، مع نقطتين فانيليا كده. بصوا، خفقتهم، شايفين الكريم معايا كده؟ تقلبي البولة كده ما تنزلش كده، هي تمام كده، القوام بتاعها مظبوط. الجو حر ولازم تخليها تقيلة. هحط معلقة كده على القاعدة الكرتون من الكريمة اللي انا ضربتها، وهنزل بديسك من الاسبونج بتاعي، وهنزل بالكريمة، واوزع كده بالسكلابر زي ما انتوا شايفين. اول طبقة، انزل بالطبقة التانية فوقها، اسقيها تاني بقى. التسقية اللي انا بسقيها دي كوباية سكر ونص، كوباية مية ونص كوباية سكر، يغلوا لمدة 5 دقايق مع عصرة ليمونة. تسيبهم يبردوا كويس، وبعدين تسقي بيهم. هنزل كده بالكريمة تاني زي ما انتوا شايفين. القمع اللي انا بوزع بيه الكريمة ده اصلا قمع كبير، اللي هو بتاع بلح الشام. انتي وزعي بكيس تلاجة عادي جدا، وبعدين تساوي كده. انا بساوي كده على قد ما اقدر يعني. وهدخلها التلاجة ساعة بعد الطبقة الاولى، وهبدأ ان انا انزل عليها بطبقة كريمة تانية، طبقة كويسة كده. وهبدأ تاني ان انا اسويها على قد ما تقدري بقى، اسويها كده كويس. انا شغالة بالراحة وبقولك على الخطوات خطوة بخطوة. لو وصلت معايا لحد هنا صلي على سيدنا النبي، واشتركي في القناة، وفعلي الجرس، اعملي شير للفيديو. وهنا متابعة فوق، هنا متابعة للصفحة. هنا بقى انا خلصتها زي ما انتم شايفين، سويت الجوانب. بصوا، لو في حتة بقى كده مش مظبوطة، حتة واطية شوية، يبقى الكريمة بتاعتها اقل من الجنب التاني، ازود كده واحاول ان انا اخليها ايه، كلها قد بعضها. اجيب السكرابر اللي هو المشرشر ده، وامشي عليها كده، اعمل خطوط زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
تدي شكل حلو. يعني انا مش برضو مش مظبطاها قوي يعني، بس هي كده انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعها ايه متناسقة كده وشكلها جميل. هي كده انا خلصت معايا هي. ببدأ بس ان انا اسوي اخر جزء ده. وطبعا انا كنت عاملاها كان عيد ميلاد واحد قريبنا يعني، ومراته قالت لي انا عايزاك تعملي لي تورتيه حلوه لجوزي، عاملاها له مفاجاه تكون يعني على قد الايد كده، ما تكلفنيش كتير، بس يفرح بيها ونحتفل انا وهو كده مع بعض. فاديتني الصوره، فانا قصيتها صوره كارت كده عادي وحطيتها في النص زي ما انتم شايفين، وعملت عليها وردات كده من الجنب بالكريمه، ونزلت قسمت التورته كده 3 وردات كده زي ما انتم شايفين. وهنا هنزل بصوص كراميل في الجنب ده، الجنب التاني هنزل بصوص فراولة، الجنب التالت اللي انا قسماه ده صوص شوكولاتة كده، تديلها شكل حلو كده، واكسر اللون بتاع الكريمة وتبقى شكلها بالجمال ده. لو عايزة تحطي فاكهة حطي. وببدأ اعمل كده وردات من الجنب كده من تحت، شكل عشوائي جدا يعني مش رسمة معينة ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. طعمها بقى في منتهى الجمال. وده بسكوت ويفر صوابع كده، لو عايزة تحطي عليها كلها من الجنب حطي عادي، لكن انا هحط مش كتير 3 4 وحدات بس كده، عشان انا عايزة احط شريط كده اربط بيه فيونكة، فهم دول اللي هيسندوا معايا الشريط شوية زي ما انتوا شايفين كده. بس ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ حكاية. طعمها حلو جدا هتعجبكم قوي. هجيب بقى السكر اللي هو الاصفر ده، وهبدأ ان انا انزل كده على الوردات، ودي شوكولاتة كده شكل كده كنت عاملاها. هبدأ ان انا ارصها واربط الشريط ده، هحاول كده ان انا اعمله شكل الفيونكة كده، واربطه هقصه واربطه على التورتاية كده بالشكل ده. وكان عندي فرماسيل شوكولاتة، هنزل كده من الجنب بشوية زي ما انتم شايفين، بتدي برضو شكل حلو قوي. بصوا، وخلصنا احلى تورتايه وسهله وبسيطه وحلوه قوي مش مكلفه. هتعجبكم، يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وانا بحبكم في الله. انت بقى لو اشتريتيها من بره هتكلفك قد ايه؟ هتدفعي طبعا مبلغ كبير جدا. تعمليها في البيت بطريقه سهله وبسيطه وعلى قد الايد، وتفرحي ولادك. ومش لازم يكون مناسبه يعني عشان تعملي لهم تورتيه حلوه كده ترطب على قلبهم في الجو الحر ده، تطلع ساقعه من التلاجة كده وتاكلوها. وبألف هنا وشفا. مع السلامه.